السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الرز بلبن بطريقة جميلة جدا، وبكل اسرار المحلات، وهعرفك ايه اللي هيخليه يطلع معاكي القوام بتاعه ويكون كريمي وناعم جدا وجميل. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة هعملها هجيب حلة على النار وهضيف فيها 3 كوبايات كبار من المية. هغطي عليهم بقى وهسيبهم يغلوا، وبعد كده هضيف عليهم كوباية من الرز، غسلاه كويس ومصفياه. هديله بقى تقليبة واحدة بس وهغطي عليه وهسيبه يستوي خالص على نار هادية. انا عاوزاه يستوي بنسبة 100%، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الرز استوى معايا. يعني هو مسكت حباية واحدة كده من الرز الاقيها مستوية تمام. هبدأ اجيب بقى اللبن. معايا هنا لتر من اللبن مش مغلي خالص، جايباه من السوبر ماركت سايب خالص، وفضيته بس في الحلة. هو كده كده هياخد الغليان بتاعه مع الرز. هبدأ بقى كده اضيف الرز اللي انا سويته. تمام. اقلبه بقى كويس قوي في الرز، افككه كده في قلب اللبن. هخلي النار هادية جدا وانا شغالة. هغطي عليه بقى على نار هادية خالص، من وقت لوقت هقلبه. واول بقى ما يتكتك كده معايا ويبدأ في الغليان، ابدأ اقلب فيه واحرك فيه واحدة واحدة عشان الرز ما يتلسعش من تحت. بعد ما ياخد اول غلوة معايا هبدأ اضيف كوباية من السكر. ما ضيفهاش قبل كده عشان ده بيكون سبب اساسي في ان الرز يتلسع معانا من تحت. والسكر هنا حسب الرغبة، حابة تقللي عن كده براحتك، حابة تزودي براحتك، بس هو ده السكر المظبوط. هدوبه بقى كويس خالص. بعد كده هجيب بولة فاضية معايا وهضيف فيها معلقة كبيرة ونص لبن بودر، معلقة ونص كبيرة من الكريم شانتيه، ومعايا معلقة كبيرة ونص من النشا. بعد كده هنزل عليهم بكوباية من اللبن، يكون لبن بارد عشان ادوب فيه النشا واللبن البودر والكريم شانتيه. هقلبهم مع بعض كده كويس خالص بالمضرب لحد ما يدوبوا معايا خالص. هبدأ بقى اضيفهم كده على الرز بلبن، وبعدين بقى احركهم على طول، اقلبهم علشان ما يكتلش في مكان واحد. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط القوام بتاعه بدأ يتقل على طول. الرز بلبن لف وبقى جميل قوي القوام بتاعه. اخر حاجة هضيفها باكت فانيليا، ده بضيفه في اخر مرحلة خالص قبل ما اطفي عليه النار. هقلبه بقى كده. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه ما شاء الله كريمي جدا وتقل اهو معايا.
حاجة كده ما شاء الله. هطفي بقى عليه النار ويلا بقى نغرفه مع بعض. هبدأ بقى اغرفه واحدة واحدة كده. انا هضيفه كده في بولات صغيرة او اطباق تقديم اللي متوفر. كل طبق بياخد كبشة زي ما انتوا شايفين. القوام بتاعه بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة اللهم بارك. عشان ازينه بقى انا معايا هنا جوز هند وزبيب. ممكن تحطي اي نوع تاني مكسرات المتوفر عندك. هرش الاول رشة من جوز الهند كده على وشه، وبعد كده هجيب الزبيب وبرضه هبدأ اوزعه كده واحدة واحدة. لو حابة الرز بلبن يطلع وشه مكشكش معاكي زي بتاع المحلات، اول ما يهدى معاكي خالص هتبدأي تغطيه بستريتش راب او البلاستيك راب. هتغطيه وهتبيتيه تاني يوم الصبح هتلاقيه وشه مكشكش زي بتاع المحلات. هكمل بقى تزيين وهغرف باقي الكمية وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كيلو اللبن طلع معايا كمية حلوة قوي، وزي ما انتوا شايفين برضو الرز ما تلسعش معايا. حاجة كده جميلة، احسن وانضف بكتير قوي من بتاع بره. وجربي الطريقة وان شاء الله بإذن الله هتعجبك جدا. شايفين الجمال، قوام كريمي وناعم جدا، حاجة كده ما شاء الله. جربيه بطريقتي وان شاء الله الطريقة دي هتعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي تاني. يلا بقى اعملي لايك جميل كده للرز بلبن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.